السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة رهف ستارز. اليوم غنقدم معكم واحد البراونيز اللي ساهل بزاف ومكونات موجوده في كل بيت، وحتى الشكلاط ما غاديش نديرو داك الشكلاط الغالي، غير الشكلاط العادي الرخيص، وكتجي المذاق هائل وبنينه وناجحه من اول تجربه. وبالنسبه للمقادير ديال الدراوش اي واحد يقدر يديرهم. وبالنسبه هنايا اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا، وخليوا لي لايك البنات عافاكم باش تشجعوني اكثر باش نحط فيديوهات اكثر. واللي باقي ما اشتركش كذلك عافاكم البنات اشترك في القناه فضلا وليس امرا. ونبداو ان شاء الله البراونيز ديالنا على بركه الله، اللي غادي يكون بواحد المقادير اللي بسيطه وفي متناول الجميع. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 ديال البيضات، وعندنا هنا الشكلاط العادي غير ديال 4 ريال اللي قطعته طريفات كيف كتشوفوا، احتاجيت 200 غرام. وبالنسبه عندي 180 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا القرقاع 100 غرام، وعندي 2 ساشيات ديال الفاني، وعندي كذلك دقيق 180 غرام، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. اللي ما عندوش بغى يشري ساشيات يشري 3 ساشيات ديال الكاكاو. وعندي بالنسبه للزبده هي الزبده العاديه اللي درت 100 غرام، وعندي نص معلقه صغيره ديال البيكربونات، وكذلك شويه ديال الملحه. كناخذوا كاسرونه كنديروا فوق منها كاسرونه واحده اخرى، كنديروا حمام مريم كيف كتعرفوا. كنوضع فيهم الزبده والشكلاط كيف قلت لكم، الشكلاط العادي ما نحتاجوش الشكلاط الغالي، انا تعمدت ندير معكم غير الشكلاط العادي، ونبقاو نحركوهم على هذا الشكل حتى يذوب لينا الشكلاط تماما. من بعد غادي نوضعهم نخليهم غادي نوضعهم فوق سطح العمل. اسمحوا لي حيت كنت حاطه داك المقادير اللي كنت كنصور معكم. هنايا من بعد ما درت لنا الشكلاط والزبده غادي نضيف ليهم السكر سنيده، وغادي نحركهم مزيان مزيان حتى تذوب ليا داك سنيده على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذ الدقيق، غادي نغربلو مزيان. الدقيق يكون ديال الحلويات من نوعيه جيده، وضروري البنات تغربلوهم لان كيكونوا عندنا واحد الحبيبات كيتكونوا لينا. ومن بعد غادي نضيف ليهم ديك البودره ديال الكاكاو، وغادي نضيف واحد 2 ساشيات ديال الفاني. اللي عنده الفاني بودره يدير معلقه كبيره. وغادي نضيف كذلك بيكربونات وشويه قبيصه ديال الملحه، والقرقاع اللي قطعته طريفات كبارين واحد شي شويه، ونخلط النواشف كامله على هذا الشكل حتى تمتزج ليا الخليط مزيان مزيان. انا راه تعمدت ندير مقادير اللي سهله، ويمكن تعوضي هذاك القرقاع غير بالحبيبات ديال الشكلاط. من بعد ما دفى ليا الخليط ديال الشكلاط والزبده اي باش خليناه تيدفى باش منين نضيفوا ليه البيض ما يطيبش لينا البيض. من بعد ما ضفنا هذاك البيض راه كيف شفتوا راه دافي، ولكن كنحركوه يعني ما كيطرى في البيض حتى شي حاجه، كنحركوه مزيان مزيان. من بعد كنشد داك الخليط كنضيفو لدوك النواشف ديالنا. راه كيف شفتوا الطريقه سهله وبسيطه ومبسطه بزاف بزاف، حاولت نبسطها ما امكن باش تكون يعني في متناول الجميع وسهله وتكون ناجحه. اهم حاجه ان الوصفه خاصها تكون عندي تكون ناجحه معكم من ديروها. نخلطوا جميع المكونات، وقبل البنات نسيت ما قلتش لكم خاصنا نكونوا موجدين الطاوه ديال اللي غادي ندخلوا الفران ونديروا ليها ورق الزبده تكون واجده. ان فوا كنحرك نخلطوا هاد الخليط هذا نصبوه بالزربه لانه تي دغيا كينشف لينا، ولكن راه واخا تبان لكم الخليط راه عاقد واحد شويه ولكن ما تخافوش منه، راه كيجي غزال 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 غزال. من بعد غادي نبدا نسرحوا على هذا الشكل كيف كتشوفوا. راه غير بداك البيض راه كتنفخ واحد شويه، راه ما تتبقاش هابطه. صافي غادي نحاول نسرحها بطريقه متساويه في اي طاوه عندك، اي مول عندك تقدري تستعمليها البنات. فهاد الاثناء قبل كنكون سخنت الفران من قبل، ومنين نبدا نخلط في الخليط ديالي غيكون الفران ديجا سخون كنسخنو وكندخلها كطيب على درجه حراره 160 درجه، والعافيه كتكون شاعله من الفوق ومن التحت.
صافي. وغادي نخليها طيب، من بعد ما نحس بها طابسه نطلعها تكمل التحمر ديالها من الفوق. هنايا كيف شفتوا انايا غادي نحاول نقطعها باش نوضعها في طبق تزيين يجيني داكشي مقاد ومسول كيف كتعرفوا. بالنسبه لكم نتو غير بوحديتكم في الدار ولا هادي ممكن ما تقطعوهاش، ديك الجوانب انا ما غاديش نضيعهم. انا عندي وليدات صغار غادي نعطيه لهم ياكلوهم. هنايا غادي نحاول نقطع، شوف كيفاش جات معلكه من الداخل، غزاله غزاله البنات. كيف قلت لكم اللي ما عندوش الكركاع يدير غير الشكلاط، ديك حبيبات ديال الشكلاط ويخلطهم معاها صافي. وغادي نحاول نقطعها بشكل متساوي. بالنسبه للتقطاع ما نقطعوهاش وهي سخونه حتى تبرد لينا تماما. من نشوفوا ان البراونيز ديالنا برد عاد نبداو نقطعوه ونحيدوه من صفيحه الفرن. غنخليوه في صفيحه الفرن حتى يبرد عاد نهزوه باش ما يتشققش لكم. الا هزيتوه هو ساخن غادي يتشقق لكم البراونيز صافي. وغادي نقطعو بشكل متساوي على هذا الشكل. راه غزاله البنات، وشوف شتو كيفاش الطريقه راه سهله، والمقادير راه اغلب القنوات كيديروه بداك الشكلاط الغالي، يعني راه ماشي في المتناول. انا هنا درتو غير بالشكلاط ديال 4 دريه ديك مربعات كنشري باكيه كتبقى نحتفظ بها وتنبدا نخدم به. وعندي خلاص ميزان تنعبر به كيف كنعبر به القياس اللي غادي نحتاج. هنايا انا نوريكم، شوفوا القشره كيفاش جات من الداخل غزاله، كيفاش جا البراونيز، شوفوا القشره كيفاش جات من الفوق، كيفاش لا ما عطي واحد اللمعان اللي رائع بزاف. وخلاص مع ديك القرمشه ديال الكركاع عطات واحد الاضافه غزاله، والتعليكه ديالو جا معلك من الداخل، يعني كيجي بروفيسيونيل. شوفوا من الداخل كيفاش جا غزال 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 البنات، غير جربوه وما غاديش تندموا. وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم ودعموني عافاكم باللي لايك لي لايك باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس. واللي اشترك في القناه عافاكم يفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد كنديرو. واي واحد بغاني نحضر معاه شي وصفه يخليها ليا في التعاليق، وانا راه تنجاوب على جميع ديال التعاليق ديال اي واحد. وكنفرح بزاف بزاف ملي تلقى لي كومونتير ديالكم الزوينين الكبيدات، وكنقول لكم راني تنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، ونقول لكم بسلام عليكم، باي باي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وهذا ما كان وسنه سعيده. ديجا ما قلتش لكم، سمحوا لي نسيت ما قلت لكم سنه سعيده، ويا ربي يدخل عليكم هذا العام بالصحه والعافيه وشي رزيق يا ربي. واللي كتمنى شي حاجه في حياتها يا ربي توصل لها ان شاء الله. شوفوا البنات، حمقني هذا البراونيز جا غزال 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 والله القسم. انا راه الوصفات ديالي حتى كنجربهم قبل عاد كنصورهم باش نشاركهم معاكم والله القسم، لانني ما كنبغيش نتحشم تكون شي وصفه غير ناجحه ونكون نتحشم معاكم. يلا بسلام عليكم البنات.